السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من إنجليش ببساطة. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. والنهاردة في الفيديو بتاعنا هنتكلم عن الفاميلي. هتيجي ناس تسألني يا مس يعني ايه كلمة فاميلي؟ ما تستغربوش لأن فعلا في ناس ما تعرفش كلمة فاميلي يعني ايه. أول حاجة لأنهم ما تأسسوش كويس، وكمان ما عندهمش حصيلة كلمات كافية. فأنا هنا بكل بساطة هاخدكم من الأول خالص وأعرفكم الأساسيات. ومعنى كلمة فاميلي هنا معناها العائلة، يبقى فاميلي معناها إيه؟ العائلة. وتعالوا مع بعض نتعرف على أفراد العائلة. وأول واحد عندنا هو الجراند فاذر، ومعناه الجد. وتعالوا كده أحكي لكم حاجة بسيطة عن كل كلمة، وكمان نحطها في مثال عشان الدنيا تبقى كويسة معاكم. يلا كده شاطرين، ورقة وقلم واكتبوا ورايا. الجراند فاذر هو اللي لما بنتجمع بيقعد يحكي معاك عن زمان لما كان الجنيه بيجيب عربية. يبقى اللي بيحكي حكايات عن زمان هو الجد جراند فاذر. وناخد مثال: My grandfather tells me stories، ومعناه إن جدي بيحكي لي قصص. ونخلي بالنا إن الحبايب والقريبين منه بيقولوا له grandpa عادي جدا. وتاني شخص معانا في الفاميلي النهاردة هي الجراند ماذر، ومعناها الجدة، وهي الشخص اللي دايما بيكون حنين علينا زي ما واضح معانا في الصورة. ولازم نخلي بالنا إن إحنا بناخد منها العيدية كل عيد، ما ننساش. ولو هناخد مثال عشان نثبت الكلمة هنقول My grandmother always takes care of me، ومعناه إن جدتي دايما بتعتني بيا. وناخد بالنا إننا في البيت بنقول لها grandma عادي برضو. بعد كده الصورة هنا بتوضح لنا إننا ممكن نقول my grandpa and my grandma، أو my grandfather and my grandmother. تمام كده؟ أتمنى تكونوا ماشيين معايا كويس ومفيش مشكلة لغاية دلوقتي. تخيل كده معايا إنك رجعت من المدرسة ولقيت باباك واقف بيزعق عليك. ليه؟ عشان نسيت الواجب. يبقى الشخص اللي بيزعق عشان مصلحتنا وبيقولك ذاكرت ولا لأ هو باباك، ومعناه father. والمثال عندنا my father shouted at me، ومعناه والدي زعق عليا. ونيجي بعد كده للكلمة الرابعة معايا النهاردة، وهي كلمة mother، ومعناها الأم. جيت انت دخلت المطبخ ولقيت ريحة أكل جميلة، وماما بتقولك تعالى يلا الأكل جاهز. يبقى اللي طبخت وبتقولك يلا الأكل جاهز هي المذر. تمام؟ وناخد جملة كده عشان نثبت بيها الكلمة ونقول My mother cooks delicious food، ومعناها إن مامتي طبخت أكل لذيذ. والسلايد اللي بعد كده أو الصورة التانية هنا بتوضح لنا الfather and mother، الأب والأم. خلاص هانت يا أبطال، فاضل معانا آخر كلمتين بس. نيجي نشوف أخ يعني brother. أخ يعني إيه؟ brother. أنت كده قاعد وبتتفرج على التلفزيون في أمان الله، ولقيت فجأة حد أخد منك الريموت بتاع التلفزيون. هيكون مين؟ أيوة بالظبط كده، هو البراذر، أخوك. وهنيجي نقول my brother and I always fight، ومعناه إن أنا وأخويا دايما بنتقاتل أو دايما بنضرب في بعض يعني كده. ونيجي لآخر كلمة معانا وهي الأخت، ومعناها sister. يبقى الأخت معناها إيه؟ sister.
تمام، حلو جدا. أختك لابسة البلوزة بتاعتك وبتقولك أنا خدتها عشان بتليق عليا، وهي دايما بتاخد حاجتك من غير ما تسأل. أول ما نسمع كده بنعرف على طول إن هي إيه؟ السيستر. وهقول لكم الجملة بتاعتنا عشان نثبت الكلمة أكتر. My sister takes my things without asking. يعني أختي بتاخد حاجتي من غير ما تسأل. والصورة اللي معانا هنا بتوضح لنا كلمة brother and sister، الأخ والأخت. وبكده يا حلوين نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. أتمنى الكلمات تثبت معاكم، ولو عندكم أي مشكلة أو أي سؤال هستنى تقولولي في التعليقات، واستنوني في الفيديو الجاي من إنجليش ببساطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.